السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الورد والفل والياسمين عليكم يا أحلى متابعين. هنعمل مع بعض النهاردة الدنيس، بس هنعمله النهاردة بطريقة مختلفة. عملناه مع بعض قبل كده بالزيت والليمون، هنعمله النهاردة بطريقة انه يطلع مقلي ومقرمش. معقول هتعمل لنا الدنيس مقلي؟ هنشوفه دلوقتي وهيبقى جميل جدا واحلى واطعم كمان من اي سمك مقلي دقتيه قبل كده. طيب التتبيله بتاعتك بقى هتبقى ايه؟ التتبيله بتاعتنا هيبقى فيها شبت وكزبره وتوم، وهيبقى فيها بشر ليمون، وهيبقى فيها فلفل، وهيبقى فيها مع طبعا لو عايزه تحطي جزر طبعا يبقى حلو قوي، بيدي طبعا للسمكيه كده تسكيره حلوه. بتجيبي الثوم وبتفرميه، وبتجيبي الليمون. ممكن ان انتي لو عايزه تحطي شرايح ليمون اللي هي المخليه مفيش مانع، عايزه تعصري الليمون بس وتستكفي بكده برضو هيبقى حلو. بتكوني منضفه السمك بتاعك ومخلياه فل، وتبتدي ان انتي بقى ايه تحشيه واحده واحده كده، وتخلي التتبيله تخش جوه السمكه من جواها كده عشان تدي اللحم من جوه طعم حلو. طبعا كده تمام، وخلصنا كل الحشوة بتاعت السمك بتاعنا. طيب في حاجة كمان، ان احنا برضو نخلي التطعيمة توصل لكل حتة في السمك بتاعنا. باجي بسكينة رفيعة كده، ببتدي ان انا اعمل شرايح زي ما احنا شايفين كده، شرط كده في السمكة زي ما احنا شايفين. ممكن تبقى الشرط دي كتيرة ورا بعض، وممكن يبقى اكتفي باتنين تلاتة بس كده في السمكة. طيب هو دوت مش هيهريها لي، مش هيخليها تتكسر، مش هيخليها وانا بحمرها تبوظ، لا ابدا، ده بالعكس، ده هيخليها انتي حاطة فيها التتبيلة واللحم كده زي ما احنا شايفينه. هياخد من طعم بقى الليمون مع الكزبرة مع الشبت مع الثوم، كل الحاجات الحلوة دي. انتي بالعكس، ده انتي يعني بتخلي اللحمة تبقى طعمها اجمل واحلى. وبعد كده طبعا انتي اهو الحاجة اتبلت بزيادة بقى طعمها حلو، هتسيبيها شوية كده في التومة بقى، هيتبقى مثلا شوية توم مع تتبيلة مع مش عارف ليمون، كل ده هتسيبيها بقى ايه فيه. برضو احنا معانا سمكة غنية وحلوة، فلازم ان احنا نخدمها كويس. فهنسيبها طبعا زي ما قلنا كده ايه ربع ساعة. في الربع ساعة دي انتي قطعي بقى البصلة بتاعت الرز وحمريها، وانزلي عليها على طول بطماطمية متقطعة كده حلوة بشوية كزبرة مع 3 كوبايات رز حلوين مغسولين، وغطي عليهم طبعا بعد ما تحطي عليهم ميتهم كده. يبقى انتي ايه حاطه الرز على النار وموطيه عليه، وفي نفس الوقت انتي استفدتي في الوقت دوت ان السمكه بتاعتك اتبلت. ما احنا طبعا مش هينفع ان احنا ناكل طبعا السمك بارد، فاحنا بنحط الرز شويه على النار، وابتدي ايه بعد كده ان انتي تخشي على السمك. هاجي بقى بطبق مليان دقيق طبعا، يا ريت ان انا احط فيه معلقه واحده نشا، اقلبها كويس جدا في الدقيق، وابتدي ان انا اجيب السمكات بتاعتي واحده ورا التانيه كده زي ما احنا شايفين، وبالراحه خالص كده، واحط عليها رشه الدقيق، واحاول ان انا ببطن ايدي كده ان انا اثبت الدقيق على وش السمكه، واحاول ان انا خلاص يعني احاول ان اخلص كل السمكات اللي عندي. واجي بقى انا عايزه طبعا السمك بتاعي يبقى مقرمش شويه. طيب هحطه في ميه عاديه؟ لا، انا هنزل بالسمكايه تاني في التتبيله اللي كانت معايا. زي ما احنا شايفين كده التتبيله طبعا مليانه بقى ليمون ومليانه كمون ومليانه توم، هتديني طعم حلو تاني للسمكه. واديها تاني بقى وش كمان من الدقيق النشا البسيطة. هنلاقي ان هي السمكة بعد ما كده حطاها بقى انت في حبة الزيت الحلوين السخنين، اتفرجي عليها بقى لما تتقلي، هتبقى مقرمشة وجميلة، ومش هتفك منك ولا هتبقى مثلا طرية ولا اي حاجة. اديك شايفة اهو هي بتتقلي بمنتهى الجمال والحلاوة، وريحتها ولا احلى. وبعد كده بقى طبعا بالليمون بقى، وتحطي الرز الصيادية بتاعتك، وبألف هنا وشفا، ويبقى دي احلى طريقة سمك دنيس.